وأسباب هذا التقهقر أو الدفاع المستميت أو الجانب الواحد خلال 25 دقيقة من جانب الأفريقي؟ الزمالك كان مختل التوازن طوال 26 دقيقة ولم يشارك في أي هجمات بشكل إيجابي، ولم يستطع الاحتفاظ بالكرة وتهدئة اللعب، وبالتالي مكن فريق الأفريقي من السيطرة ومن شن هجمات، وبالفعل كان هو الأفضل طوال الشوط أو على الأقل حتى الدقيقة 26، وتقدم بهدف مبكر جدا. وهناك أخطاء دفاعية كبيرة جدا في خط الدفاع، وأضاع الفريق الأفريقي عدة فرص كان من الممكن أنها تحسن النتيجة، لأن الزمالك استغل المهارة الفردية لشيكابالا في تعديل النتيجة وتعديل الأداء. فتبعات الهدف أنه تحسن أداء الزمالك وأصبح قادر على أنه يستحوذ على الكرة ويبني البعض من الهجمات ويقف كند قوي للفريق الأفريقي الذي فقد توازنه بعض الشيء بعد هدف التعادل، لأنه الناحية المعنوية بتأثر. لما بتجيب هدف الناحية المعنوية بتاعتك بترتفع، لما بيدخل فيك هدف الناحية المعنوية بتاعتك بتنخفض. احنا شايفين الهدف اللي سجله الفريق الأفريقي، وهناك سيشيل الأخطاء كبيرة جدا في المباراة أو في الشوط ده هدف التعادل الرائع لشيكابالا. وأنا بالمناسبة لا أسائل حارس المرمى النادي الافريقي على هذا الهدف، لانه وضع من فوق حائط الصد، لو وضع في الزاويه بتاعته كان ممكن ان احنا نساله، لكن هدف رائع لانه المسافه بعيده وتعامل معها بدقه وبحرفيه عاليه جدا شيكابالا. وان كنت اخذ عليه وبتركيز شديد جدا عدم تواجده بشكل واضح خلال هذا الشوط باستثناء بعض اللقطات القليله. تمام. كابتن علي، هدفين باللون الاسمر. ايوه هدفين اللقاء. انما عايز اقول كابتن علي، هل تشكيله الزمالك وتوليفه اللعيبه داخل الملعب كانت سبب لهذا الضغط طوال 25 دقيقه؟ لا، هو يعني انا شايف ان لعيبه الزمالك دخلوا المباراه متاخر. يعني اجواء الاحتفالات انا حتى قلنا قبلها في جو، لكن اول ما يبدا الماتش الافريقي عايز يكسب، استغل الحماسه بتاعته واستغل ارضه واستغل الجمهور، وبدا هو اللي واخد زمام وحط الزمالك في موقف صعب، بيدافع فقط لمده 20 دقيقه، الزمالك في موقف المدافع بس، وبالتالي اكثر من لاعب في الزمالك دخل المباراه متاخر. ما عادش، انت لو شفت الجول الاولاني اتنقل مرتين جوه ال 18 واتلعبت بالعرض بمنتهى السهوله، اتساب لوحده اهو، شوف الراجل بيعملها، اتساب لوحده وخدها تاني وعملها مره تانيه والراجل بيجيبها. يعني الهدف من بدايته بيرصد لنا كابتن علي خلل دفاعي خطير من بدء الهجمه بالظبط كده. يعني فاذا اكتر من لاعب من الزمالك دخل المباراه متاخر. يعني شوف النهارده 2 دقيقين بعد الكوره، وبعدين الراجل بينطلق اهو، استلم ضاغطين عليه بعد الكوره، وبعدين الراجل بيسبق الناس كلها وبيعدي وبياخدها تاني وبياخدها يحطهم تاني، ومفيش ضغط حتى من هنا ولا ضغط من فتح الله. فضل فتح الله لغايه ما اتلعبت بقى بره اللعبه، حتى ما جاء طبعا الصفت يجي جاي متاخر مش متابع الراجل، هو لسه بيجري، التاني كان مقابلها على طول في الجول. اذا دايما الزمالك متاخر، دايما فكره التفكير متاخر، دايما المهاجمي الافريقي هم اسرع، مش بس في الناحيه البدنيه ولكن ايضا في الناحيه الذهنيه، هم اللي واخدين المبادئه. على فكره الهدف ده يعني ما فيش كثافه هجوميه، ده 2 ضد 4، يعني 2 مهاجمين ضد 4. فرغوا لعيبه الزمالك كلها اللي في الاطراف، كله راح على الاطراف وبقت العمق هو اللي فاضي. يعني انت 1 ضد 1 هنا في منطقه، وبعدين هو كمان الكره ملعوبه له بالمقاس، مش ملعوبه اعتباطا، محطوطه له بالشكل بيقول له هات جول، يعني حاططها له وبالمقاس حاططها له. فبالتالي انا شايف لعيبه الزمالك قعدوا في حاله توهان لفتره، يمكن لغايه ما جاء هدف شيكابالا. هدف الزمالك ما بقاش الافضل، لكن هدف شيكابالا اداهم الى حد ما ثقه يوقفوا على رجليهم. لكن لا زال الشق الهجومي في نادي الزمالك ضعيف، لا زال الاداء الهجومي ما فيهوش اي نوع من التعاون واللعب الجماعي، كله اداء فردي، وعشان كده ما وصلش لمرحله الخطوره. المنتهى الخطوره فريق الافريقي لانه بيشتغل باكثر من اتجاه، بيلعب مع الطرف اليمين طبعا الزوادي هو اللي فاتح جبهه كبيره جدا، الناحيه الثانيه طبعا اللي هو كريم العواضي فاتح جبهه كبيره جدا. لما بياخد دفاع الزمالك في الاطراف العمق مرتين، يبقى في اختراق لدفاع الزمالك من العمق، ومره شالها عبد الواحد ومره اتصدت في المدافعين. اذا الميزه في الافريقي انه بيلعب بيتنوع في ادائه، بالطرف الشمال بالطرف اليمين من العمق رايح، بيتنوع في ادائه، وعشان كده عامل ارباك للعيبه الزمالك اللي ذهنيا وتركيزها كله
بقى في حاله دفاعيه فقط، لكن مش قادرين يكملوا. طبعا يحسب لشيكابالا الهدف الجميل اللي جه ومن مسافه بعيده، وبعدين صعب يا كابتن طاهر، انت راجل مميز في هذا في الاداء، ان بالقوه والدقه في نفس الوقت، يعني يبقى في قوه ودقه محطوطه ببراعه شديده جدا، اعاد الزمالك تاني يقف على رجله، لكن لما زال الزمالك بعيد عن الناحيه التهديفيه او الناحيه الاداء الجماعي للناحيه الهجوميه، لكن الزمالك مش واقف على رجله، ما زال لسه في اخطاء، وما زال لسه في مشاكل، ما زال برضو المدافعين في حاله شرود، يعني زي ما يكون في حاله عدم تركيز. فاعتقد ان الهدف ده اعاد للزمالك الاتزان الى حد ما، ولكن ما زال الشق الهجومي ضعيف. تمام كابتن محسن، حتى وان كان في خطأ في الحائط الدفاعي، انما يبقى هذا الهدف واحد من يعني ابداعات شيكابالا في الحقيقه. وانت قبل اللقاء لمحت على الناحيه المزاجيه، ما اعتقدش ان لاعب هتبقى الحاله المزاجيه بتاعته مش في اعلى درجاتها وبيحرز هدف بهذا الشكل. لابد ان هو تركيزه عالي جدا، اعصابه كمان اهدى، بالتاكيد مهارته طبعا هي اللي بتترجم كل هذه الامور. انما عايز اقول ان الوضع اختلف، حتى وان كان الشوط انتهى بالتعادل الايجابي، ولكن الاداء في صالح الافريقي ستختلف الامور تماما بعد نتيجه الشوط الاول. ازاي ممكن حسام حسن يفكر في ايجابيات اللي كسبها من هذا الشوط برغم ان حاله فرقته يعني ما وصلتش الى الحاله المثلى؟ هو اهم مكاسب الزمالك في هذا الشوط هي الروح المعنويه اللي تولدت في صفوف الفريق بعد تسجيل هدف التعادل، لانه هذا الهدف هيعول عليه كتير في نتيجه اللقاءين، على اعتبار انه هدف خارج ملعبك بهدفين، وبالتالي حتى لو مني مرمى الزمالك بهدف اخر 2-1 فنتيجه 1-0 في القاهره تكفي لصعود الفريق للمرحله التاليه، وبالتالي يجب ان يستثمر الفريق هذه الناحيه المعنويه بمزيد من الثبات في ارض الملعب. انا مش شايف ثبات، شايف الفريق رغم الزمالك فريق عريق لانه فريق خفيف في ارض الملعب، بيفقد الكوره بسهوله. بعد تعديل النتيجه ايه اللي المفروض يتعمل دلوقتي؟ يعني لابد ان هو يحصل تصحيح للاخطاء اللي موجوده بنفس العناصر. لا انا يعني شايف انه في يعني هاني سعيد غير موفق النهارده، حتى في تمريراته، حتى في قراراته، في رتم المباراه نفسه اقل من رتم المباراه عالي، فمحتاجه لعيب زي ابراهيم سعيد ينزل يدعم شويه، ابراهيم صلاح ينزل يدعم شويه منطقه الوسط. انا كنت عايز اتكلم على الهدف نفسه وفداحه الاخطاء الدفاعيه الكثيره في نفس الهدف، انه ازاي فريق يدخل فيه هدف بهذا الشكل وتتكرر الاخطاء من لاعب ولاعب ولاعب الى ان تسكن الكره معانا الهدف من بدايه الشباك. لو شفت يعني دي منظر الكوره، ده بيقطع وبيحط كون، لكن احنا لو جبنا الهدف من بدايته من اصل اللعبه يعني شوف اللاعب اللي دي رمي التماس ده، ازاي اللاعب ده فاضي، المفروض يحصل عليه ضغط يبقى مان تو مان من اللاعب اللي خلفه بتاعت الزمالك، عامل مساحه حوالي 5 متر تكفي لسيطره اللاعب على الكره والرؤيه واتخاذ القرار السليم. ده اول خطا. الخطا الثاني انك انت دي 3 لاعبين رايحين على لاعب واحد، اللاعب الافريقي الخلفي اللي هو هيقطع ويلعب الكره بالعرض مفيش رقابه عليه، وبالتالي هنا في خطأ تاني. المفروض اللاعب الزمالك هنا يكون دخل، يكون عمل عليه ضغط. الخطأ الثالث انه الصفتي اندفع اكتر من اللازم في الامام لغايه خط ال6، المفروض ان هو بيراقب راس الحربه. لما الكره اتلعبت في الخلف عمرو الصفتي بياخد خطوات للخلف، والمهاجم إيزيشيل بياخد خطوات للامام، وبالتالي الفرصة تصبح في مصلحة إيزيشيل أكتر من مصلحة المدافع. قطع على الكرة حتى إن عمرو الصفتي ما شافوش. لا قبل فتح الله ولا الصفتي؟ لا الصفتي لما راح يغطي اتلعبت من وراه. بس في كل الأحوال في توهان دفاعي، في طبعا أخطاء دفاعية. يعني لاعب ضربة رمي التماس إزاي يبقى لاعب حر؟ لاعب 3 لاعبين ليه بيمسكوا لاعب واحد؟ يعني ده معناه إنه ما فيش تركيز. هتشوفها برضو، شوف راس الحربة هنا فاضي، المفروض انه يكون احد قلبي الدفاع معاه. قلب الدفاع سابه، وبعدين راحوا الاثنين شاركوا في الكوره اللي جايه من الخلف الطويله. لما تمشي اللقطه هتلاقي شايف 2 ساب راس الحربه، محمود فتح الله ساب راس الحربه
المفروض يمسكه واتجه الى الكره، في حين انه احمد غانم موجود المفروض هو اللي يطلع على الكره وفتح الله يكون مستمر مع راس الحربه. الخط الخلفي عمرو الصفتي كان واقف غلط في المساحه دي بعيده، ما تسمحلوش ان هو يعمل تاكلينج او ضغط او استحواذ على الكره، وبالتالي ده خطأ تاني باين برضو المساحات. اللاعب بيستلم الكرة بحرية وبياخد قراراته وبيحاول، ده مش الهدف، دي الكرة دي الكرة دي اللي انقذها عبد الواحد. لكن طبعا شوف هنا الخطأ الثاني، بيشتت الكرة بطريقة فيها ارتباك، صلحها مرة تاني للاعب، لولا انه عبد الواحد واقف قافل الزاوية صح كان ممكن يكون فيه هدف اخر. كابتن علي، حالة الارتباك اللي شفناها من خلال اللقطات ومن خلال سيطرة الافريقي على معظم فترات الشوط الاول بتقول ان ممكن جدا السيناريو ده يتكرر. ازاي يبقى في صلابة دفاعية؟ هل بوجود ليبرو او لاعب خامس مع رباعي الدفاع، ولا من خلال طريقة مختلفة؟ لا، انا ضد ان يبقى فيه ليبرو موجود. انا افضل ان يبقى فيه لعيب وسط ملعب زي ابراهيم صلاح موجود، لانه هو لعيب سريع قوي يقدر يشيل مع وسط الملعب، لان وسط الملعب مسيطر عليه تقريبا وسام بن يحيى والكسس الاسمراني، ماسكين وسط الملعب وبيساندهم العواضي، بيساندهم الزوادي في الاطراف. عشان كده انا قلت من البدايه هم اللي هيفرضوا اسلوبهم علينا لو هم اذا المعركه اصبحت معركه وسط الملعب. فهم وسط الملعب احنا تايهين. وجود هاني ما عندوش السرعه، هاني سعيد ما عندوش السرعه، ويمكن قلنا الكلام ده يا كابتن في المباراه اللي فاتت اللي كانت هنا في مباراه كينيا، وطلع هاني سعيد ولعب محمد ابراهيم، ومحمد ابراهيم هو اللي عمل الجول اللي جابه شيكابالا. كنا بالنادي برضو ان عمليه الارتداد والسرعه في انه يروح التحول من الدفاع للهجوم هتبان ضعيفه عند هاني، ضعيفه. هاني عنده خبره لكن خبره فيها بطء. ان ابراهيم صلاح لعيب مشاكس في نص الملعب، يقدر يزود في وسط الملعب، لكن الحقيقه انا شايف في بطء شديد، وشايف ان في سيطره. هنا بقى التحول، شايفين التحول اهو، نقل الهجمه بقى. عندهم سرعه وانطلاق وثقه، وبيروح في واحد واثنين وبيلاقوا بعض، بيقابلوا بعض. لعيبه الزمالك في الناحيه الهجوميه ما بيلاقوش بعض، فعنده مشاكل كتير في وسط الملعب، لانه المسانده الفعاله مش موجوده من وسط الملعب في الزمالك. كمان عوديا او ده الاختراق اللي قلنا عليه كابتن طاهر من وسط الملعب. الاختراق لانه بيتنوع في ادائه، يا بيلعب كره طويله لايزيشيل، يا اما بيخترق من العمق، يا اما بيلعب على الاطراف من ناحيه زهير الزوادي او من ناحيه كريم العواضي. الحقيقه اداء الافريقي متنوع، ما فيهوش ما تقدرش عشان كده دفاع الزمالك مرتبك، لان بيلعب قدام فرقه بتلعب باكتر من تاكتكس، والزمالك لغايه النهارده بيعتمد على الانطلاقات الفرديه في الناحيه الهجوميه. تمام. كابتن محسن، اخيرا تتوقع اهداف الشوط الثاني؟ اتوقع لو استمر الزمالك باللعب بهذا الشكل ممكن ان هو يدخل فيه هدف ثاني، ممكن. عموما هدفان في الشوط الاول، فماذا يشهد الشوط الثاني لملعب المباراه؟ والعوده بعد نهايه اللقاء. شكرا للكابتن طاهر ابو زيد وضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مره ثانيه اعزائي المشاهدين عشاق كره القدم في كل مكان ومشاهدي نايل سبورت الكرام، معلقكم الرياضي محمد فوزي يجدد لكم التحيه على الهواء مباشره مع بدايه احداث الشوط الثاني من لقاء الافريقي التونسي وشقيقه الزمالك المصري، مباراه الذهاب لدور 32 لدوري ابطال افريقيا لهذا العام 2011. انتهى الشوط الاول زي ما تابعنا مع بعض بالتعادل الايجابي 1-1. كان تقدم الدولي التشادي ايزيشال دوسال بهدف للافريقي بضربه راس في الدقيقه الثالثه، وتعادل شيكابالا بهدف من كره ثابته في الدقيقه 26 لنادي الزمالك. مع بدايه الشوط الثاني الافريقي التونسي على يسار الشاشه بالطاقم الاحمر المقلم بالابيض، بينما نادي الزمالك على يمين الشاشه بالطاقم البديل الطاقم الرمادي في الابيض. زهير زوادي واحد من ابرز لاعبي الافريقي خلال احداث هذا اللقاء على تنفيذ كرة ثابتة وضربة حرة مباشرة من الجانب الأيسر. بداية أحداث الشوط الثاني مهمة جدا للاعبي نادي الزمالك. حكم اللقاء لسه ما اداش الإذن، يلعب زهير زوادي، يلعب الكرة العرضية، الارتباك موجود والهدف الثاني موجود، الارتباك موجود والهدف الثاني موجود.
ما زال نادي الزمالك يواصل مسلسل الارتباك الدفاعي حتى أتى اللاعب يوسف الموهبي ونجح في إحراز الهدف الثاني في بداية أحداث الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الثانية. هدية أتت يوسف الموهبي من مدافعي نادي الزمالك. لم أشاهد مدافعي نادي الزمالك بهذا السوء منذ فترة طويلة جدا. آدي الارتباك بلا داعي وبلا مبرر، خطأ كبير من أحمد غانم. تتهيأ الكرة ليوسف الموهبي، ارتباك ما بين أحمد غانم ومحمد عبد الشافي وكأنه لا يوجد تفاهم وكأنه لا يوجد حديث، وتتهيأ الكرة للموهبي على حدود ال6 ياردات. الموهبي يقبل الهدية ويضع الكرة داخل الشباك ليتقدم الإفريقي التونسي 2-1. مثلما عانى نادي الزمالك من الارتباك وقلة التركيز في بداية أحداث الشوط الأول وتمكن إيزيشال ندوسال في إحراز الهدف الأول للإفريقي، يأتي نفس المسلسل مع بداية أحداث الشوط الثاني وحالة من الارتباك وعدم التركيز، وينجح يوسف الموهبي في إحراز الهدف الثاني للإفريقي في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. محمود فتح الله ياخد فاول فتح الله من العملاق إيزيشال ندوسال، وضربة حرة مباشرة للزمالك. هذه عادة لكرة الهدف الثاني الذي أحرزه يوسف الموهبي. شوف العرضية عادية جدا، أحمد غانم بيشتت، تصطدم بعبد الشافي، تتهيأ للموهبي. يوسف الموهبي القادم من نادي المرسى التونسي عام 2007 وصاحب 3 مباريات دولية مع المنتخب التونسي، ينجح في إدراك الهدف الثاني لنادي الإفريقي. أيضا يوسف الموهبي له 4 أهداف في الدوري التونسي هذا الموسم قبل توقفه. يستعيد نادي الإفريقي حماس وسيطرته، تستعيد جماهير الإفريقيا الموجودة في ملعب المباراة حماسها وتشجيعها للاعبيها. قلت لحضراتكم وكأن قلبي حاسس، بقول لكم أول الشوط الثاني مهم جدا، ولكن الإفريقي نجح في إحراز الهدف الثاني. نتمنى التماسك الآن للاعبي نادي الزمالك. ادي يوسف الموهبي يعدي من حسن مصطفى، يلعب بعرض الملعب إلى مندومو أليكسيس، تعدي الكرة من أحمد غانم، يواصل مسلسل الأخطاء يوسف زوادي والعرضية، ويتألق سريعا محمود فتح الله ويخرج الكرة إلى ضربة ركنية. ما زال هذا اللاعب غير مراقب، ما زال زهير زوادي يتوغل داخل مناطق جزاء نادي الزمالك ويلعب كرات عرضية خطيرة. هذه المرة فتح الله حولها إلى الضربة الركنية. وسام بن يحيى على التنفيذ، يلعب العرضية وسام على القائم القريب، يشتت هاني سعيد، رمي التماس للإفريقي، يسيبها للبديل الذي اشترك في نهاية الشوط الأول سيف الدين عكريمي، يتلقى التمريرة مرة تانية من زهير زوادي، وسام بن يحيى والعرضية، عبد الواحد السيد بقبضة اليد، حسن مصطفى لمحمد عبد الشافي، يسقط عبد الواحد السيد في أرضية الملعب، حكم اللقاء لسه ما شافوش، الدولي الكاميروني لسه ما شافش عبد الواحد، يضطر يقوم عبد الواحد. الموهبي يلعب العرضية، إيزيشال عايز يوقف ويتقدم، كريم العواضي يطلق التسديدة تمر بالعرض إلى زهير زوادي، تسديدة قوية إلى خارج الملعب. ادي زهير زوادي نجم اللقاء الأول، أحد عناصر الإزعاج لدفاع نادي الزمالك. وادي الكرة اللي أخرجها عبد الواحد بقبضة اليد واشتكى بعدها، نتمنى السلامة لعبد الواحد. نادي الإفريقي قبل توقف الدوري التونسي كان بيحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نادي الترجي المتصدر. لعب الإفريقي 14 مباراة في الدوري التونسي هذا الموسم، فاز في 4، تعادل في 7 وخسر 3 مباريات، أحرز 20 هدف ودخل مرماه 17 هدف. على الجانب الآخر نادي الزمالك هو متصدر الدوري المصري قبل توقف الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني. لعب الزمالك 15 مباراة، فاز في 9، تعادل في 5 وخسر مباراة واحدة، أحرز 28 هدف ودخل مرماه 17 هدف. ظهرت الشماريخ في المدرجات التونسية،
وهي العادة التي نتمنى أن نتخلص منها في ملاعبنا العربية. يوسف الموهبي يضم للداخل، يوسف يعدي، يوسف